ضرب بسيفكم وظلمنا بسيفكم انت والعسكريين. نحن مشكلتنا مع جهاز الامن، نحن عندنا معتقلين من 10 شهور في قلب السجن بدون تهمه، والتهمه هي كلمه حق. نحن مشكلتنا ما معكم، كونوا اخوتنا والحاجه معنا. نحن مشكلتنا مع جهاز الامن، انت اولادنا وانت اخوتنا، لا تكونوا عاد مع الجولاني علينا. ايش عم تسوي؟ ليش عم تطالب؟ ليش عم تصرخ في الشارع؟ حتى سأل حالكم طلعوا وانشقوا عن هالعميل. والله العظيم الضريبه اليوم رح تكون اذا سكتت ضريبتها اضعاف. شفت العسكريين كيف ضربوهم بالعمال يشرشحون، قالوا عن العملاء وذلوهم وفضحوهم. فضحهم الجولاني على الاعلام واعتذر منهم او خاص. الدور جاي عليكم. نحن جينا لهون بس بصوتنا، ما عندنا مشكله معكم. اما اللي قدمته امي الشهيد ابني هلق معتقل في سجون الجولاني. اخوي استشهد بصفوف الهيئه واللي ضل حقه. طلعوا وقال حق. نحن ما عم نجي لهون لحتى نحقق في طار. نحن بنعرف انكم عم تسمعوا وقلنا لكم اليوم ضريبه السكوت رح تكون بكره ضريبتها اضعاف. اسمعوا هاي النساء حسها في وجهها وطلع كل حق. والله اليوم اللي كاتب بدي يصير عليك بدي يصير والسجن بدك تفوتوا. فاس رفقتكم العسكريين فاتوا بدون كلمه حق، فاتوا بكلمه عمالي. عم نداشركم، عم نقول لكم قوه ارفعوا ظلم عنا، ما عم نقول لكم شيء. طلعوا حقوا قياداتكم. ليش نحن اولادنا هلق في السجون؟ ليش؟ عشان تهمي كلمه حق. معتقل رأي ناس طلعنا ثورتنا طلعت مشان نحكي بالحريه. تفضلوا انكرنا الظلم في السجون 10 شهور 10 تهمي. لك والله العظيم انا بخجل وبستحي على حالي اكثر. بشوف رجال طلعت على الشارع ودافتهم عم تجمل تحكي كلمه حق قدام الجوال.